من فترة بدأت أحس إن في حاجة غريبة جدا بتحصل مع ماما. بقيت ألاقيها دايما ماسكة الموبايل كتير وبتتكلم بهمس كده، ولما أقرب منها تقفل المكالمة فجأة. في الأول حاولت أطمن نفسي كده وأقول يمكن حد من قرايبنا أو صاحبتها مثلا، لكن اللي كانت بتعمله كان مريب جدا، وقلبي كان بيقولي إن في حاجة غلط. وفي يوم من الأيام جمعت شجاعتي وقلت لأ، كده لازم أواجهها وأعرف في إيه بالظبط اللي بيحصل. وفعلا واجهتها وقلت لها انت بتكلمي مين؟ وليه كل ما اخش عليكي تقفلي التليفون فجأة؟ بقت مرتبكة جدا مش عارفة ترد عليا. على فكرة يا ماما، انا عارفة وحاسة انت بتعملي ايه، وانت غلطانة جدا في اللي بتعملي. المفروض انت اللي تربيني وتعلميني الصح من الغلط، مش انا اللي اقولك. وعلى فكرة بقى، لو في حد غريب في حياتك ده مش مقبول بالمرة. يومها اتكسفت كده وسكتت وقالت لي ان هي ما بتعملش حاجة غلط، بس لا، طريقة كلامها بتدل ان في حاجة. المهم انا عديت الموضوع، قلت خلاص بقى الموضوع هيعدي على كده، انا نبهتها ويمكن تاخد بالها. عدت الايام ومفيش حاجه اتغيرت، نفس التصرفات ونفس المكالمات ونفس الربكه اللي اول ما تشوفني. فكنت سايبه بقى الموضوع على ربنا، وانا قلبي بيوجعني جدا. انا مش متخيله ان ماما تكون بتعمل حاجه غلط، ده ابويا ملاك نزل من السما، مفيش واحده تقدر تخونه او تدوس على كرامته كده. انا مش عارفه اعمل ايه لحد بقى ما اتجوزت. وبعد الجواز كده ب5 شهور حصلت الكارثه اللي هدت حياتي كلها. في يوم من الايام انا واختي الصغيره كنا في بيت ماما، وتليفونها كان بيسجل كده المكالمات، طبعا من غير ما تقصد. كانت بتسجل اي مكالمه بتجيلها او اي مكالمه هي بتتصل بيها تلقائي كده. المهم اختي كانت فتحت التليفون بالصدفه بقى، لقت تسجيلات لمكالمات بينها وبين راجل غريب. احنا اتجمدنا في مكاننا، مش عارفين نعمل ايه. سمعنا صوتها، هي اللي بتتكلم، صوتها واضح جدا. والمصيبة ان سمعنا تفاصيل ما كانش ينفع تتسمع ولا تتقال. سمعنا كلام يوجع القلب ويهد البيت، كلام يثبت ان الراجل ده مش مجرد واحد بيكلمها، ده كان بيروح لها كمان البيت، مش مرة ولا مرتين، لا ده كتير جدا. وحصل بينهم كمان كبيرة من الكبائر اللي تدمر اي بيت وتكسر اي قلب. انا واختي بقى وقفنا نبص لبعض وصوتنا بيرتعش، مش مصدقين ان امنا اللي طول عمرنا شايفينها رمز للامان بالنسبه لنا تعمل كده في نفسها وفي ابونا وفينا. والوجع الاكبر بقى ان بابا انسان طيب جدا، طول الشهر مسافر بيشتغل ويشقى عشان يعيشنا افضل عيشه، ويرجع يومين 3 يطمن علينا ويمشي تاني، وهو على امل ان بيته بخير، وان هو مش عارف ان في نار مولعه ورا ظهره، وان سايب بيته في ايد امينه. من يوم ما عرفنا وانا منهارة حرفيا، مش قادرة اتنفس من الوجع. كل ما اشوف بابا واشوف طيبته احس ان انا عايزة اصرخ واحكي له اللي حصل بالتفصيل، لان صعبان عليا قوي. انا منهارة جدا، مش عارفة اواجه ماما ولا عارفة اسكت، خايفة اقول لابويا ينهار والبيت يتخرب، وخايفة اكتم اكتر واسيب الغلط يكبر. وبقيت مش عارفة احمي بيتي من الخراب، ومش لاقية طريق ولا حتى حد ارتاح وانا بحكي له. قلبي وجعني جدا، مش قادرة استوعب ان المصيبة دي حصلت في بيتي وسط اهلي اللي طول عمري معتبرة انهم سندي في الدنيا. دلوني اعمل ايه؟ امشي ورا قلبي واواجه، ولا احافظ على البيت واسكت، ولا انقذ نفسي واختي وابويا قبل الدنيا ما تولع اكتر؟ فدلوني بالله عليكم اعمل ايه. ما هو مفيش حل تاني، واجهي امك لوحدك مرة اخيرة بجدية، قولي لها ان اللي بتعمليه ده هيدمر البيت، وانك عارفة كل حاجة بالتفصيل، وان الموضوع مش هزار، ولازم توقف العلاقة دي فورا، وتحذف كل وسائل التواصل مع الراجل ده، وخدي منها وعد صريح وقولي لها انك مش هتفضحيها ولا هتكلمي بابا، بس بشرط ان هي تنهي الموضوع نهائي وتقطع اي تواصل معاه. وحاولي كده تراقبي الوضع الفترة، لو فعلا التزمت وقفت كل حاجة يبقى انقذي البيت واختك وابوكي من صدمة كبيرة جدا واستوري عليها. اما بقى لو استمرت في الغلط رغم كل التحذيرات دي، ساعتها بس يبقى ابوكي لازم يعرف. مستني اعرف رأيكم في التعليقات. استنوني في الحلقة الجاية مع مشكلة جديدة، والسلام عليكم.